رمية تماس وهو محمد، واحد من ابرز هذه الاسماء الحاضره في هذا اللقاء الذي قاد فريق حليق الوصول الى هذه المرحله بعد تسجيل التماس لصالح فريق حليق المدعوم برابطه جماهيريه كبيره، المدعوم برابطه جماهيريه كبيره. واليوم ايضا فريق الشهيد ديار الذين ما زالوا يستذكرون اسم هذا الشهيد ولو حتى عبر القدسات، ولو حتى عبر الاسماء، ولو حتى عبر البطولات، ولكن ريحك الذي سقيت به رجاء وارض رجاء ما زال لا يفارق دماء الشهيد الحبيب. تلعب الكره بالخطا انس النوار الى فرهاد حسين. وين يا فرهاد حسين؟ وين يا فرهاد حسين؟ وين؟ من سوف يصل الى الشباك اولا؟ من سوف يصل مبكرا؟ رميتها ويا ليتني لم كنت ويا ليتني لم ارميها، رميتها ويا ليتني لم ارميها. فكان الرمي القاتل، فكان الرمي الصعب. هنا الكره الى خارج الارضيه الى ركله الصف الحارس محمد عبد الله فوزان. ذكريات لهذا اللاعب اكثر شيء في حمايه العريض، اكثر شيء في حمايه العريض. كان رفقه اصدقاء شوان، واحد من ابرز الفرق، صاحب بطولات على ارضيه ملعب اجانب في جده حلوه الرياض. هذا مسنا الله من سيغني وسيعزف تلك الالحان المعتاده. أمام المباراة سوف تكون صعبة لكلا الفريقين. تلعب الكرة في وسط الملعب لصالح لاعب جوان. يا سلام على جوان. الصراع لا تستعين بالصراع، القوة لا تستعين بالقوة، فقوتهم عظمتهم تاريخهم كبرياؤهم ماضيهم حاضرهم كرتهم عرضياتهم. الله 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 الله. لو جاءت لكانوا أصحاب الأرض الآن متقدمين، ولكن وين رايحين؟ وين وأنتم تواجهون فريق يملك منظومة دفاعية رائعة. كرة باهوس اتجاه سيل، ولكن تبعد الكرة بوزان. رمي التماس لصالح فريق حليق. زيد العسكر إلى فرهاد، ولكن تبعد الكرة بأقدام اللاعب موسى لتصل إلى حمي، ناصر حمي هو شقيق اللاعب قذافي عصمة، اللاعب الذي لعب لأكثر من 20 عام رفقة نادي الجهاد الرياضي مع الشباب. اليوم حمي يعيد ذكريات الماضي، فما أجمل الذكريات حينما تعاد بالأهداف، سوف تكون لها طعم آخر وذكرى. الكرة مع اللاعب حسين الله، نتيجة سلبية. من سوف يدق أبواب هذه الأرضية؟ فرهاد حسين، ولكن تبعد الكرة والصافرة والخطأ على فرهاد، هذا لصالح فريق الشهيد ديار. سلامات يا أحد لاعبي فريق الشهيد ديار. شفاء عاجل جميعهم. ابتسم أيها الشهيد وأنت تحت التراب، ابتسم أيها الشهيد وأنت تحت التراب، فأصدقائك ومحبينك ومتابعونك ما زالوا يستذكرون. مؤثرا بالتراس لصالح فريق الشهيد ديار حمي على تبديل رمية التماس. نتيجة سلبية. هو حمي هل يفتتح أبواب المباراة بقذيفة صاروخية على متن هذه الأرضية؟ حمي السلام حمي، ولكن أشرف الأوقات مرتد رانسيدو يترك كل مهووس، ولكن أحمد يتعلم إبعاد كرة مهووس ورمى فرهاد حسين. الكرة يا مهووس
لتعود إلى سيد السدد، ولكن تصطدم الكرة بوسام لتغادر الميدان إلى أن يهتم صرح فريق حميد. أن تغيب تلك الشمس وتشرق شمس، أن تغيب تلك الشمس وتشرق شمسهم. هو خالد نشر السدد ولكن ركلت من يسار الحارس محمد عبد الباقي. في بعض الأحيان لابد للحديث عن كرة القدم، في بعض الأحيان لابد للحديث والخروج عن سلك المباراة. كرة القدم ظالمة ومظلومة، كرة القدم ظالمة ومظلومة، فكيف تكون ظالمة وكيف تكون مظلومة؟ تكون ظالمة حينما تبعده، وتكون مظلومة حينما تبعده، وتكون ظالمة حينما تبعده. السؤال يتردد، والكلمة تتردد، والخوف يتردد، والقمة تتجدد، وحسام يمشي ويتمدد، وبكرة إلى منتصف ميدان السد والسلام. إلى السلام على محاولة وعظمة فريق والشعب بياخذ حسام الكرة. صار 10 مرات. أخبر فريق الشهيد ديار يشكل خطورة في كافة أرجاء المعمورة، في كافة أرجاء المعمورة يشكل خطورة. هنا الكرة مع فرهاد، ومع ذلك إلى ومهوس محمد إلى زيدو بالمتعة، زيدو بالإثارة، زيدو بالصدارة، زيدو بالكرة، زيدو بالجمال، زيدو بالإبداع، زيدو بالحماس. والكرة تعود على ذلك إلى خط التماس اللاعب أنس الهوام، ورمى مهوس على ذلك إلى زيدو يكسر رمية التماس، طبعا حسين مهوس طبعا الكرة من حسام يتصل في منتصف الميدان لصالح اللاعب حميد في الرياح العيسى يسدد، ولكن الكرة السهلة على نسي الله لتعود إلى زيد، ومع ذلك كرة خاطئة من زيد ليستفاد من محمد حسو. محمد يبادر المسار من اليسار إلى اليمين مع اللاعب مين هوزان يعيد الكرة. محمد صفوان إلى حمد بعد ذلك يستمر مسار طبعا الكرة محترفة كرة اوت. أستاذ رمضان السيدان أنه سخدان مهاجم الأشعار، نقطتين حلل، نقطتين يشد ديار. هذا محمد صفوان أول لاعب سيشد بالقدم اليسار، عشان بالقدم اليسار، أول لاعب بالقدم اليسار. هذه كراتكم محمد صفوان تجار السريش، محمد صفوان سلاح كبير. هنالك كبير الحق يديه أشرف حاضر الرجل أحمد حاسمة. الثالث راح تكون من نصيب مهوس، ومن اليمين حمد حفوظ. الحملة الباقي تركيز، هكذا يقومون، وهكذا هم الكاس راح يثون. ماذا يجري كل شيء يدل على صفة نافعة، تصفي نافع من الصفقات.
جلب سبورت معلق الميدان عبد العزيز. جلب سبورت معلق الميدان عبد العزيز. مصباح حليقة جانو ميزمين وجدار جانو